فعلا هجوم هندي الملك هو ريبرتوار كامل. هنكمل مع الدفاع الفرنسي في الحلقة قبل الأخيرة، وبعد كده هندخل في الدفاع الصقلي، أو إزاي نرد بهجوم هندي الملك يعني على الدفاع الصقلي. طيب تعال نشوف هجوم هندي الملك وبنرد إزاي فيه على الدفاع الفرنسي والحلقة اللي قبل الأخيرة، وعايزين ناخد النهاردة فكرة جديدة. E4 E6 D3. طبعا أول ما بشوفه بيلعب دفاع فرنسي بلعب الدي 3 عشان لما هو يلعب الدي 5 اشيل الكوين بتاعتي للاي 2، او ممكن اجيب النايت بتاعي للدي 2. في الحالتين بنعمل كده ليه؟ عشان لو هو بدأ الدي بتاعه اكل البدأ بتاع الاي، استعيد بالبدأ بتاع الدي بتاعي وما يحصلش تكسير وزراء. يعني لو اكل مفيش تكسير وزراء. انا عايز الوزير بتاعي في هجوم هندي الملك. طيب بيطور النايت بتاعه لسي 6 في لعبة وصفها الكاتب بالغريبة. ليه؟ لعبة غريبة ليه؟ قال لك اصل انت المفروض الاول تلعب السي 5 وبعد كده تطور النايت. بس قال لك هو بيلعب اللعبة دي عشان عنده غرض في نفسه. ايه هو بيفضي مربع السي 5 عن عمد. بتفضيه عن عمد الايه يا شقي؟ عايز يحط فيه البيشوب بتاعه. طيب مش دي برضو الفكرة المحورية بتاعت حلقة النهاردة؟ الفكرة بتاعت حلقة النهاردة المحورية هنشوفها كمان ثواني. تطوير للنايت، لعب الاي 5. لعبة قد تبدو لك يعني تسأل ايه الفكرة منها. هي الاي 5 الحقيقة كاتب قال لك عملت اكتر من اللي عليها وزيادة. فتحت للبيشوب، منعت تقدم البدء بتاعي انا كلاعب الابيض، ما لعبش انا الاي 5 يعني. ولا كان هتمنى ايه من الدنيا اكتر من كده؟ او ايه الشيء اللي ممكن اساله او اطلبه من ازاحه بدء اكتر من كده؟ وهنا هتشوف سهمين ظاهرين. هتقول ايه السهمين دولت؟ هقول لك هما احتمالي لعبتين. احرق لك الاحداث واقول لك اللعبه اللي اتلعبت في الماتش هي اي جي 3. عايز يفنكت البيشوب ويكمل السيت اب بتاع هجوم هندي الملك اللي احنا متعودين عليه. لكن انت ممكن تسال، او انا اسال، او حد تاني معدي في الشارع بيسال، ليه ما ياكلش؟ اللعبه دي عيبها ايه؟ استعدت النايت بيكسب تيمبو على الكوين، كوين بتربط النايت، بنفك الربط، اكل استعاد، بيربط او بيستغل الربط او بيضغط. طب هنكسر، كسر وزراء، نتج عن كده انت معاك جزء الافيال ولكن جناح الملك بتاعك بعافيه. الوضع الانجن تعادلي، ولكن لم يحب فيكتور ان يمشي في هذا الخطوه في هذا اللاين، ولذلك هو لم يلعب لم عملش عمليه تكسير يعني، ولكن قال لك انا هكمل في السيت اب بتاعي بتاع هجوم هندي الملك عادي جدا، ومش عايز ادخل في هذا الخط ولا هذا اللاين. هنا دي تيكس اي 4، وديت بقى النقله المميزه للدرس بتاع النهارده. دي ما شفناهاش من الاول خالص، دي هنشوفها يمكن في درس النهارده وفي الدرس الجاي كمان. بنستعيد، واول مره نشوف الشكل ده، عمود الدي مفتوح. والسؤال هنا يا عم فيكتور يا اللي بتلعب بقطع البيضه، ايه افكارك النهارده؟ قال لك انا عندي فكره هتعجبك قوي. طب يا مسهل ورينا. تطوير للنايت، وبعد كده السيت اب بتاعك بتكمله. البيشوب وداه للمربع بتاع الايه السي 5 عشان انت كده كنت مفضيه وما حطيتش فيه البيضه. ايوه دي خطته، عايز يضغط على البيضه الاف المسكين. انا بيت والراجل الجميل بيت. بعد كده سي 3. يا عم فيكتور امرني خدامك، بتلعب السي 3 ليه؟ قال لك بصراحه مربع الدي 4 بالرقبه. ماشي، وعايز العب بي 4 واكرش الفيل، وبعدين بي 5 واكرش الحصان اللي بيدافع عن مربع الاي كمان، ويسقط مربع الاي وتبقى حوسه. فالكسندر اللي بيلعب بقطع صوت قال له حيلك حيلك حيلك، اي 5. مش عايزين هذه الافكار المتحمسه، انت عندك حماس غير عادي واحنا عايزين نوقف هذا الحماس. روك دي 1. وهنا فيكتور قال لك انا هصارحك بفكرتي اللي انا عايز اعملها. انت يمكن تقول الروك دي 1 جت عشان خاطر تاخد العمود المفتوح او تهدد الوزير اللي هيمشي، لكن الروك دي 1 عندها فكره اكثر، يعني نقول ايه، اكثر لؤما او اكثر تعقيدا. هو عينه على مربع الدي 5، وبصراحه كده عايز يجيب الرخ يحطها في الدي 5، وبالتالي تضغط على البدء بتاع الاي. ممكن تضغط كمان على البدء بتاع الاي. طيب الروك لما تروح الدي 5
في نايت بيهددها. قال لك بسيطة، انا هكسر هذا النايت. طيب ماشي. الكسندر بيقول للنايت انت جاي تعمل ايه؟ قال له انا جاي اكسر، انا جاي لك وناويها اكسر. استعاد. وبكده بقى مربع دي 5 غير محمي باي قطعه خفيفه، خاصه لان هو لو حاطط فيل او نايت مراقب هذا بتاع مش هضحي بالرخ. وبقى مستعد الرخ بتاعتي تروح للدي 5. نطور بقى اخر قطعه لينا. عايز تعمل ايه بهذا النايت يا عم؟ قال لك لا تكون عايز تودي لي السي 4 ومن السي 4 يضغط على البدأ بتاع الاي عندي. فراح شايل النايت بتاعه على طول، عشان لما تضغط سيادتك وده اللي اتلعب في الماتش على طول النايت بتاعي يوفر حمايه. اصبح بدأ الاي عند الكسندر اللاعب بالقطع السوداء محمي بالوزير وبالحصان ومضغوط عليه بالحصانين. ولكن هنا الرخ اتت للدي 5. مربع الدي 5 ضغط على البيشوب غير محمي، ضغط على البيدق بثلاث قطع بدأ بتاع الاي، وفي ضغط كمان على البدأ بتاع الايه بالنايت وبالروك. لعبة غير عادية، خطة غير عادية من الأستاذ فيكتور، نحييه عليها. هتلعب إيه يا عم؟ الإنجن بيقترح بي 6، لعبة كويسة وجميلة، بس في حالة البي 6 هاخد البيت بتاع الإي بس خلاص. لو أنت بقى عايز تهدد الرخ اللي بتحمي الحصان، طب ما أنا ممكن أهدد الوزير، تشيل الوزير آكل، ولو أنت أكلت أنا الرخ بتاعتي ههربها وخدت البيدق. وفي حالة لو أنت أكلت الرخ هاكل أنا الرخ أنا كمان، ومعايا برضو هتاكل انت الحصان، هيبقى معايا برضو بيدق زيادة. ماشي، ولكن مش ده اللي اتلعب. امال ايه اللي اتلعب لما الرخ بتاعتنا اتت الى الدي 5 وهددت كل الاشياء زي ما احنا شايفين؟ سحب البيشوب بتاعه للاي 7، قال له اديني البيدق، والبيدق بتاع الاي ان شاء الله ناخده يعني برضو، ربنا يدبر. جميل. بعد كده البيشوب اتى بيهدد النايت وبيتطور وبيفتح للرخ، والكاتب بيسألك هنا هل يوجد تهديد ما؟ يعني لو لعبت ال H3 مثلا، هل عندك تهديد؟ هاكل الحصان. ايه يعني هستعيد بالوزير؟ هديك هذه الكش وكلت بيدق. اكل البيشوب، خدت الرخ. اذا يوجد تهديد. نحمي التهديد ده ازاي؟ الانجن بيقول لك الحقيقه انت ممكن تحمي التهديد دوت بي 4 جميل، حلوه البي 4. لكن ما لعب جاب الرخ بتاعته حطها، وكان شايف روك اس 3 ديت لعبه كويسه. اكمل بالبي 5، لكن الانجن بيقول له كمل في خطتك عادي كل. طب هستعيد، قال لك هاكل، والنقله الادق ليك كوين اف 1. ليه ما انا اكل؟ اصلك لو كلت هيبقى في كش، اديني الرخ. سواء بقى كلت مثلا بالرخ دي او بالرخ التانية لن يكون وضعك افضل. يعني انت لو ما قررتش تاكل بالرخ ديت مثلا وقررت تبعد الرخ التاني، طيب ما انا هاكل الرخ الاولاني. ايش واخد لي بالك؟ فالانجي كان بيقول له كمل بهذا الامر يعني، لكن الراجل ما كملش. والراجل كمل بايه؟ تهديد الحصان. حصان مشي. وبعد كده اللاعب الاتش 3 اللي نفسه فيها الكوين تبحث عن مكان احسن. وبعد كده النايت بتاعنا مازال بيبحث عن مناورة او مكان افضل، عينه مثلا على مربع زي الاف 5، وحطينا النايت بتاعنا في مكان كويس. والراجل الحقيقة الرخ يعني بتشارك على عمود، كسرنا كسر، وبعدين اتش 4. طيب دلوقتي حالا البيدق بتاع بدأ دي هيسقط، يستطيع ان يحمل اف 6 مش ادنى مشكله. الكاتب مش عاجباه، بس الانجل شايفها لعبه كويسه ومميزه. لكن ما لعب في الماتش هو البيشوب للسي 5. الرخ متهدده هتعمل ايه؟ البيشوب اصبح هو اللي متهدد، البيشوب بيعود، بتهدد سيادتك النايت. النايت بيمشي، وبالتالي بتستطيع تاخد البيدق
وبتهدد الوزير. الوزير مشي، وتستطيع في هذه الحالة انك تعمل هذه الحركة اللطيفة، انك تاكل. طب لو استعاد في فرق، لكن مش ده اللي اتلعب. هو الراجل لعب بمنتهى الهدوء انه سحب النايت بتاعه، وهنا البيشوب بيهدد الوزير. الوزير بيعود بهدوء. النايت بقى عايز ينشط نفسه بقى ويشارك في القصة ديت. النايت بتاعنا بيعود، في ضغط على البيشوب. الرخ تأتي، أكلت، الراجل استعاد. لحد هنا كانت الأمور لو فتحنا الإنجن كان في أفضلية كبيرة قرب ال3 للاعب بالقطعة البيضاء. لكن الحقيقة بعد ما لعب اللعبة الغير موفقة دي ضيع كل الأفضلية له، لأنه كان الأفضل مثلا إنجن بيقترح عليه إن هو يدي كش للملك، ولكن ماشي ما علينا. وكانت اللعبة الموفقة مش الكوين بي 7 اللي اتلعبت في الماتش. كان بقولك أنت عندك هذه التضحية. طب ما أنا أستعيد، هتاكل بكش. البيدق ما يقدرش ياكل الوزير لأنه مربوط بالفيل. ملك يمشي، هات يا عم قطعتي، هات. وبعد كده دي مات في 3. هتمنعها ازاي؟ ممكن بس تضيع وقت ببعض النقلات، لكن المات آتية لا محالة لا تمنع. طيب مش دي القصة. تعالى بقى ايه نبسط الأمور وما نعقدهاش، خاصة في الإند جيم، عشان نشوف الماتش انتهى على ايه بكل أسف. معلش الحتة ديت أزعجتني، لأن الماتش ده مع الأسف انتهى بخسارة اللاعب بالقطعة البيضاء مش العكس. الكوين هددت الرخ، بدل ما ينسحب بالرخ بمنتهى البساطة ويشيلها من التهديد، الراجل الحقيقة فكر. خلي بالك الماتش ده كان بليدز، فربما يكون كان فيه ضغط من الوقت أو حاجة. فكر يهدد الرخ، أكل، استعاد، بقى معاه قطعة زيادة. تفوق على الانجن دلوقتي 3 لصالح اللاعب بالقطع السوداء. وبدأ سالك بيحاول يوقفه، بيعرض عليه يبدو تكسير وزراء أو حاجة. تكسر وزراء، قالوا لا ما كسرش. أكسر وزراء إيه؟ ده أنا عندي أفضلية كبيرة. البيشوب بيحاول يحمي، وهذه اللعبة تعتبر بلاندر طبعا، لأن هو هيديله هذه الكش. كش تانية، والراجل انسحب في هذا الأمر. تفوق على الانجن قرب 7 دلوقتي اللاعب بقطع السوداء، مع قطعة زيادة والدنيا منتهية يعني. اتمنى تكونوا استمتعت بالماتش ده وتعلمنا منه فكرة جديدة، فكرة ازاي نستغل العمود بتاع الدي. اول مرة نشوف العمود الدي اتفتح من اول السلسلة ديت، فكان لازم ناخد الفكرة دي. اتصور الحلقة الجاية هتتكلم عن نفس الفكرة، واتمنى يكون فيها استفادة اكتر من الحلقة بتاعت النهاردة. فكونوا استمتعتوا واستفدت بيها. سبسكرايب لو مهتم تشوف باقي السلسلة. اشوفك الحلقة الجاية على خير، وسلام.